ليه لازم تربي فراخ؟ انت راجل دمك خفيف وكوميديان زي العسل. اول حاجه لانه مصدر سهل وسريع للتغذيه والتاكيد، تقدر تربيه في البيت عشان تاكل منه الزواحف بتاعتك والحيوانات اللي انت بتربيها بسهوله جدا، من غير ما تنزل او تضطر كل اسبوع تنزل تشتريه مثلا من السوق او حاجه عشان تاكل تعبان او ورل او تمساح. لا، انت هتربيه في البيت عادي وهتقدر تاكل منه حيواناتك كلها بسهوله عندك في البيت. شفت الموضوع سهل ازاي؟ سهل قوي، سهل قوي قوي قوي. تاني حاجه، لو انت عايز تاخده كمشروع او تربيه تقدر تربيه وتنتج منه بكل سهوله، لان الفار انتاجه سهل زي ما انتم شايفين وسريع، بيجيب اعداد كبيره وكميات، وطبعا ناس كتيره بتستخدمه في التجارب والمعامل. تقدر تربيه وتبيعه عادي المعامل الدكاتره اللي بيعملوا عليه تجارب. سعره حلو على فكره، مش رخيص، الفار يعمل من حوالي 15 لحد 30 جنيه، فمشروع مربح في البيت تقدر تعمله بكل سهوله. فلوس كتير، وجعت يدي من عدها. تالت حاجه ممكن تربيه كحيوان اليف للناس اللي بتحب تربي حيوانات، لان الفار ذكي جدا ومميز كحيوان اليف في التربيه زي ما انتم شايفين، وكمان هادي ملوش اي اذى ولا ليه اي خطر ولا بيعض ولا بيعمل حاجه. فناس كتيره بتحب تربي الفرنجي على فكره، وبيبقى شكلها جميل معاك في التربيه كده، وكمان حيوان مميز غير القطط والكلاب.